عارف ايه أغلى حاجة البشر بيدوروا عليها في الكون كله النهاردة؟ نقطة المية. بنصرف ملايين الدولارات وبنبعت مركبات ورادارات للمريخ عشان نلاقي أثر رطوبة تثبت إنه في حياة، وفي نفس الوقت هنا على الأرض بنتعامل مع أنهارنا وميتنا العذبة بمنتهى الاستخفاف، وبنهدر المورد اللي معيشنا كأنه مش هيخلص، وبنسوق نفسنا بإيدينا لأزمة عطش كارثية ما شفناهاش قبل كده. صورة الأرض من الفضاء، الكوكب الأزرق اللي شكله مليان مية، هي في الحقيقة أكبر خدعة بصرية، لأنه من إجمالي المية دي كلها 97% مية بحر مالحة ومستحيل تشرب منها، و2% متجمدة في جليد القطبين ومحبوسة في بطن الأرض، وما بيفضلش للبشرية كلها نعيش ونزرع ونبني مصانع وحضارات غير أقل من 1% بس. والأزمة الحقيقية موجودة في جغرافيا النسبة دي، لأنه شوية المية العذبة المتاحين دول مش موجودين بالتساوي في كل مكان، ومع ذلك مطلوب منهم يكفوا مليارات البشر وأنشطتهم في نفس الوقت اللي التلوث والاستنزاف بيزيدوا كل يوم. السائل الشفاف ده اللي ملوش لون ولا طعم ولا ريحة مش مجرد عنصر كيميائي، ده المايسترو الخفي اللي حرك التاريخ البشري من أول لحظة، وهو المعركة الكبرى اللي هترسم خريطة القرن ال21. مين هيعيش ومين هيعطش ومين حضارته هتواجه خطر الانهيار. البشر زمان ما كانوش بيتجمعوا يعملوا مدن عشان هم بيحبوا بعض، ولا اخترعوا الجيوش والأنظمة عشان الرفاهية. المجتمعات البشرية اتولدت واتجمعت حوالين مصادر المية عشان تضمن بقائها. نشأت مفهوم الدولة والجيش والحكومة المركزية في مصر القديمة وبلاد الرافدين ووادي السند بالهند وحوض النهر الأصفر في الصين، ظهرت لسبب أساسي: تنظيم حركة النهر وحفر قنوات الري وتوزيع المية وقت الجفاف. يعني قوتك زمان ما كانتش بفلوسك ولا بسلاحك، اللي كان بيتحكم في بوابات المية كان هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة والكل في الكل. هو طبيعي لما المية تبقى هي مصدر القوة والنفوذ تتحول لأول سبب للصراع والحروب في تاريخ البشرية، لدرجة إنه أول حرب اتسجلت وتوسعت في تاريخنا كله من 4500 سنة كانت بين مدينتين في سومر بالعراق، وما كانتش خناقة على أرض ولا دين، دي كانت حرب دموية عشان مجرى قناة مية متفرعة من نهر دجلة. ونفس المية اللي بنت الحضارات دي كانت برضو سبب فنائها. حضارات عظيمة زي المايا في أمريكا الوسطى ومماليك كاملة في الشرق القديم انهارت واختفت تحت التراب بسبب مواجات جفاف ضربت مصادر ميتها، وملوحة أكلت أراضيها الزراعية بعد سوء إدارة لقنوات الري. التاريخ ساب لنا درس واضح وصريح: أول ما مصدر المية يقل أو يضيع المجتمع كله بيبدأ يهتز. ورغم كل ده لما تبص على اللي بنعمله النهاردة هتلاقينا بنكرر نفس الغلطة بس بشكل أوسع وأخطر، لأنه النظام الاقتصادي الحديث طور مستويات من الاستنزاف والغرور ما شفناهاش قبل كده. المية على مدار آلاف السنين كانت خير مشترك وبتاعت الكل، ما كانش في حد يقدر يجي يقول نبع المية ده بتاعي لوحدي والناس التانية تولع. النهاردة المفهوم ده اتفكك بالكامل، وتحولت المية لسلعة استثمارية خاضعة لقوانين العرض والطلب والمضاربة. في ديسمبر 2020 دخل العالم مرحلة جديدة ومرعبة لما أعلنت بورصة وول ستريت في نيويورك عن بدء تداول عقود المياه الآجلة Water Futures Contracts. يعني بالعربي كده المية بقت زيها زي برميل البترول وسهم شركات التكنولوجيا وطن الحديد والذهب. مستثمرين ومضاربين بيكسبوا ويخسروا ملايين الدولارات بناء على توقعات الجفاف ونقص المية في الأنهار والبحيرات. وفوق ده كله اتخلقت صناعة عملاقة للمياه المعبأة Bottled Water. شركات متعددة الجنسيات بتاخد حقوق سحب المياه الجوفية والينابيع الطبيعية من أراضي القرى والدول النامية بملاليم، تعبيها في أزايز بلاستيك مدمرة للبيئة وترجع تبيعها للمواطنين بأضعاف تكلفتها الحقيقية، بعد ما رسخوا في عقل المستهلك فكرة إنه مية الحنفية مش آمنة عشان تفضل تدفع وعجلة الأرباح تدور. والكارثة الأعمق والأخطر اللي أغلبنا مش واخد باله منها هي المفهوم اللي ابتكره الجغرافي البريطاني توني آلن وسماه المياه الافتراضية Virtual Water. احنا بنعيش في وهم انه استهلاكنا كله هو الحنفية اللي بنفتحها في البيت عشان نشرب أو نغسل مواعين أو ناخد دش، بس في الحقيقة أكتر من 90% من استهلاكنا الحقيقي مستخبي جوه نمط حياتنا الاستهلاكي. لما تشتري بنطلون جينز واحد من ماركات الموضة السريعة وتلبسه كام شهر وترميه،
البنطلون ده لوحده استهلك في زراعة قطنه وغسيله وصباغته الكيميائية أكتر من 8000 لتر مية عذبة. فنجان القهوة اللي بتشربه الصبح في 5 دقايق مثلا ده بيكلف حوالي 140 لتر مية في مراحل زراعة شجرة البن ومعالجة الحبوب ونقلها. كيلو لحمة واحد بيحتاج أكتر من 15,000 لتر مية لزراعة الأعلاف وري المواشي وتجهيزها. وحتى التكنولوجيا الحديثة، السيرفرات ومراكز البيانات العملاقة The Data Centers لشركات الذكاء الاصطناعي بتستهلك ملايين اللترات من المياه العذبة يومياً لتبريد معالجات الرسوميات اللي بتولد لك شات وصور وفيديوهات بضغطة زرار. نمط الاستهلاك العالمي بيسحب مية الكوكب العذبة من تحت الأرض ويحرقها في الخفاء، والدول النامية بتصدر محاصيل وسلع بتستنزف ميتها الجوفية عشان تخدم الرفاهية الاستهلاكية في أسواق تانية. وده بيودينا لخريطة الصراعات الجديدة. زمان كانت الدول بتحارب على البترول، النهاردة كل التوتر والخناقات بقت بتدور حول الذهب الأزرق بلو جولد اللي هو المية. العالم فيه أكتر من 260 حوض نهري مشترك بين دولتين أو أكتر اتحولوا لمناطق شد وجذب، من خناقة السدود والحصص في نهر النيل للجفاف وانحسار المياه في دجلة والفرات لحساسية الصراع بين الهند وباكستان على نهر السند. المياه بقت مسألة أمن قومي. والأخطر من الأنهار اللي على وش الأرض هو اللي بيحصل في الأعماق، استنزاف مرعب للمياه الأحفورية اللي هي خزانات مياه جوفية عملاقة اتكونت تحت الأرض عبر ملايين السنين وبنسحبها بمعدلات جنونية، مع إنها مياه غير متجددة ولو خلصت مش هترجع تاني. التغير المناخي جه عشان يضاعف الضغط ده ويكسر التوازن الطبيعي بالكامل. هضبة التبت وجبال الهيمالايا اللي بيسموها الجغرافيين القطب الثالث The Third Pole لأنها بتحتوي على أكبر كتلة جليدية خارج القطبين وبتغذي أنهار بيعتمد عليها أكتر من 2 مليار بني آدم، بتدوب بمعدلات مخيفة. بحيرات تاريخية عملاقة زي بحر آرال في آسيا الوسطى اختفى تقريبا وتحول لصحراء رملية سامة، وبحيرة تشاد في قلب أفريقيا انكمشت مساحتها بنسبة بتفوق 90%. والنتيجة المباشرة هنا مش مجرد جفاف بيئي، دي هزات اجتماعية واقتصادية بتخلق ظاهرة لاجئي المناخ والعطش Climate Refugees. لما الأرض تملح والبير ينشف، الفلاح ما بيفضلش قاعد في أرضه يستنى الموت، بيسيب قريته وينقل للمدينة، والمدن المكتظة بتتحول لقنابل ضغط وبطالة وعشوائيات. دراسات كتير بتثبت إن مواجهات الجفاف الشديدة دي كانت من الشرارات الخفية اللي فجرت اضطرابات وهجرات في مناطق زي ريف سوريا أو الصومال أو دول شرق أفريقيا. وشبكة الحياة كلها بتتحرك مع المية، حركة الأسماك ومسارات الطيور وتوازن الغابات كلها مربوطة بالمية العذبة، وأي تدهور مائي بيهدد التنوع البيولوجي للكوكب كله. رغم كل ده في حكومات تطلع تقولك ما تقلقش خالص، التكنولوجيا هتحل الأزمة، هنعمل محطات تحلية مية البحر ونقفل الملف ده للأبد. لكن الحقيقة الهندسية والبيئية بتقول إنه تحلية مياه البحر مش حل سحري. التحلية بتستهلك كميات طاقة وكهرباء فلكية، وفوق ده كله كل لتر مية عذبة بتطلعه المحطة بينتج قصاده حوالي 1.5 لتر من مية شديدة الملوحة والحرارة محملة بكيماويات بيتم تصريفها ورميها في البحر جنب الشواطئ. وبكده الشعب المرجانية والتنوع البيولوجي والأسماك بيتدمروا. التكنولوجيا حل موضعي ضروري لبعض المدن الساحلية الغنية، لكنها عمرها ما هتكون بديل للأنهار واستقرار النظام البيئي للكوكب كله. احنا كبشر من الناحية البيولوجية والتشريحية مش كائنات منفصلة عن الطبيعة. من 60 ل 70% من وزن جسمك مية، مخك اللي بيفكر وينتج أفكار وفلسفات 75% منه مية، ودمك اللي بيجري ويدق في عروقك مية، ودموعك اللي بتعبر بيها عن أعمق مشاعرك كمان مية. يعني دورة المية في الكوكب بتمر بالكامل من خلال خلايا جسمك. نقطة المية اللي شربتها النهاردة الصبح كانت قبل آلاف السنين سحابة فوق محيط أو تلج على قمة جبل. للأسف الإنسان المعاصر أصابه وهم السيطرة، قاعد جوه ناطحات سحاب وشغل التكييفات وبص في شاشات الموبايل وافتكر إنه خلاص استقل عن الطبيعة ومبقاش محتاج لقوانينها. الحقيقة إنه كل مظاهر الحداثة دي، كل البنوك والجيوش والأبراج وسيرفرات الذكاء الاصطناعي هشة وضعيفة.
اقطع شبكة المية عن أرقى وأغنى عاصمة في العالم لمدة 72 ساعة بس، وهتشوف بنفسك كل معالم القانون والمدنية بتنهار في لحظات، وبيتحول المجتمع لصراع بدائي شرس على البقاء. المسألة إذن ما بقتش مجرد بوستر توعية بنشوفه في الشارع بيقولك ترشيد الاستهلاك واجب وطني، ولا نصيحة سطحية من نوعية اقفل الحنفية وانت بتغسل سنانك، مع إنه كل سلوك فردي مطلوب ومهم. الحكاية هي إعادة تفكير جذرية وشاملة في علاقة الإنسان بالأرض ونمط الإنتاج والاستهلاك. لازم نستوعب إن المية هي روح الكوكب وشريان الوجود، ومورد ملوش أي بديل كيميائي ولا يمكن تصنيعه في معمل. استنزافنا للمية وتلويث الأنهار وتحويلها لبضاعة للتربح هو انتحار بطيء لحضارتنا بالكامل. السؤال الحقيقي هنا مش هل المية هتختفي من الأرض، السؤال هو لما مصادر المية تتغير وتبقى نادرة، هل إحنا هنكون قادرين نغير طريقة حياتنا واستهلاكنا معاها قبل فوات الأوان؟ وإيه اللي هيحصل يوم ما الطبيعة تقرر تقفل الحنفية في وشنا؟ أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.